بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهت منذ قليل مباراة مصر مع نيجيريا، اللي انتهت بخسارة مصر بضربات الجزاء الترجيحية أو ضربات الحظ الترجيحية. طبعا ضيعنا ضربتين جزاء، أول ضربتين جزاء ضيعهم الاثنين المحترفين بتوعنا بعد ما مصطفى شوبير صد واحدة. لو كانت واحدة من الاثنين دول جم كنا ممكن ركبنا، وكان الموضوع نفسيا اتنقل لمنتخب نيجيريا. بس للاسف قدر الله ما شاء فعل، ضربتين ضاعوا واللي ضيعهم الاثنين المحترفين. مش هنتكلم عن المحترفين عشان الناس بتزعل. في ناس بتزعل وناس هتخش تقول لك انتوا بتحقدوا، انتوا مش عارف ايه، مع ان يعني كنت انا وهو في ناشئين كفر المعزه وهو احترف وانا ما احترفتش، فانا بحقد عليه. قول زي ما انت عايز تقول، بس احنا المحترفين بتوعنا لا يصلحوا ان هم يمثلوا منتخب مصر، واللي عايز يعاركني يعاركني، ما عنديش مشكله. اختلف معايا وقول اللي انت عايزه وقول وجهه نظرك، ما عنديش مشكله. بس يا ريت لما تيجي تقول وجهه نظرك نحترم راي بعض. انا رايك على راسي من فوق، انت بتحبه انا ما بحبوش، انا بحبه انت ما بتحبوش، دي اراء، والقبول والحب والكره ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. نخش على طول في عناوين حلقتنا النهارده. احتجاج منتخب السنغال. السنغال يقدم احتجاج رسمي للكاف. ايقاف مروان عطيه وتعنت من لجنه المسابقات. ابو ريده وصدام متوقع مع حسام حسن. انس الحملاوي صفقه محتمله في النادي الاهلي. وجديد ديانج. نصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ونخش على طول في تفاصيل الحلقه النهارده. منتخب السنغال فاق اخيرا وعرف ان الموضوع زي ما المصريين كلهم متوقعين، الموضوع بيطبق في المغرب. يعني اما ينزلوه في فندق 4 نجوم وفي وسط حاجه زي سوق وبتاع، ولما السنغال ثارت وانتفضت راحوا مودينهم في فندق 5 نجوم. فبان الموضوع ان في لعبه ما بتتلعب عشان المغرب تاخد البطوله دي. طبعا باينه من اول التحكيم والتنظيم وكل الكلام ده. والنهارده احنا شفنا الجمهور المغربي اللي احنا في كاس العالم 22 في قطر كنا كلنا بنقعد على القهاوي نستنى ماتش المغرب عشان نفرح للمغرب. شوف هم ردوا الجميل ازاي. كاس العرب انا واحد من الناس اللي كنت بتمنى ان المغرب تاخد البطوله عشان حاجتين: عشان المغرب فريق افريقي يعني بطوله هتضاف لافريقيا، وعشان خاطر هم الاتحاد العربي عايز يثبت ان اسيا فيها فرق قويه، برضو ان الفرق الافريقيه مسيطره على البطوله العربيه بقى لها كام سنه، فكانوا عايزين يثبتوا ان اسيا فيها منتخبات قويه وممكن تاخد البطوله. فده كان سببين، لان الاتحاد العربي كمان بيعمل البطوله دايما في وقت قبل كاس افريقيا عشان خاطر يزنقوا منتخبات افريقيا، لان هم عايزين فرق من اسيا بقى تاخد البطوله والموضوع يبقى فيه توازن. انا مش عارف ليه التوازنات دخلت في الكوره بالشكل ده. غريبه جدا انك تعمل توازنات على مستوى البطولات وعلى مستوى الانجازات، حاجه غريبه جدا. ما المتفوق متفوق يا عم، والخايب خايب والفاشل فاشل، انت مالك؟ نروح ايقاف مروان عطيه. مروان عطيه توقف هو وصلاح محسن مباراتين، بس المباراتين على مستوى المنتخبات، يعني النادي الاهلي ونادي الاولاد المصري ما لهمش دعوه بالقصه دي. طيب القرار طلع امتى؟ القرار طلع ليله المباراه، يعني امبارح بالليل المنتخب المصري اتبلغ بايقاف مروان عطيه وصلاح محسن. اشمعنى في التوقيت ده بالليل كده متاخر؟ طب ليه مش الصبح؟ يعني اللعيبه بعد ما اتمرنت التمرين النهائي والخطه اتبنت والكلام ده كله، رحت جاي مبلغني؟ لا، في حاجه في البطوله دي. البطوله دي مشمومه، بطوله مشبوهه. مهما عملوا وقالوا بطوله ناجحه، البطوله دي مشبوهه. بس بعد اللي حصل ده اتمنى ان احنا نرد ظهر المغرب ونشجع اي فريق يلاعب المغرب. مفيش حاجه بقى اسمها اخوات ومفيش حاجه اسمها عروبه، لان هم قالوا الكلام ده. قال لك مفيش حاجه في البطولات اسمها عروبه، ودي صحفيه كانت بترد على كابتن حسام حسن، قالت لك العروبه والوطنيه والكلام ده كله خليها على جنب، مش في الكوره. تمام، فاحنا كمان نرد في الكوره.
بس في حاجه بقى لفتت نظري في ايقاف مروان عطيه، هي حاجه بقى لها سنين. الباشمهندس بتاعنا اللي في الاتحاد الافريقي، صباح الفل، انت دورك ايه؟ يعني انت دورك ايه اما كل البلاوي دي بتحصل؟ بقى لنا 8 9 سنين، الاهلي اتضر كذا مره، والمنتخب مصر بيتضر، وانت ولا انت هنا. وانت حضرتك فين؟ انت حضرتك دلوقتي رئيس الاتحاد المصري لكره القدم وعضو بارز في المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي. حضرتك دورك ايه؟ ليه فوزي لقجع مسيطر عليك ومسيطر على الاتحاد الافريقي كله؟ وكلنا عارفين اللي حصل للنادي الاهلي في 2000 في 2022 لما البطوله اتاخدت. المفروض انها لما البطوله على ملعب محايد اتلعبت في المغرب لفريق مغربي، والنادي الاهلي اتضر ساعتها. وعارفين قصه الجواب والكلام ده كله، بس يعني قصه الجواب دي ما تعفيش ان حتى لو الاتحاد المصري ما تقدمش، ان البطوله تروح في بلد تانية، ما تروحش المغرب، ما تتلعبش على ارض الوداد في ملعب الوداد. مطلوب ان احنا نبقى هاديين، ومطلوب ان احنا نبقى عاقلين. بس حضرتك شفت اللي حصل في المؤتمر الصحفي كان ايه؟ طاول على المدير الفني لمنتخب مصر. عموما في صدام كده كده جاي بين مهندس سالم بريده المهندس والكابتن حسام حسن. فيعني في اقاله جايه، وانا بيتهيألي ممكن يكون اللي بيحصل ده كله يكون مترتب اصلا عشان يعني نخلي صوره حسام حسن قدام الشعب المصري او قدام المصريين مش حلوه، فلما نقيله يبقى الراي العام في صفنا. فانا شايف ان اللي بيحصل ده كله مش عفوي، مش جايه كده، اللي بيحصل ده كله مترتب. فالصدام جاي، واتوقع ان في مدير فني اجنبي جاهز عشان اول ما المنتخب يرجع هيبقى في قاعده مع الكابتن حسام حسن، وهياخد ده سكه. الاخ كوكا مش عايز يجدد. الاخ كوكا عايز يروح البرتغال، نادي افينيكا البرتغالي. طبعا العرض لا يليق بقيمه النادي الاهلي. فالنادي الاهلي قال له حضرتك قاعد معانا 6 شهور دول لحد ما عقدك يخلص، جددت، ما جددتش براحتك. نروح برضو نفس القصه ديانج بعد ما كان خلاص الموضوع بالنسبه له ان هو لما خرجوا من كاس افريقيا وهو خلاص بقى عنده يقين ان هو مفيش فرق كبيره هتجيله، مفيش فرق اوروبيه، مفيش فرق كبيره في الخليج اللي هيجيله كلهم صف تاني وتالت. فهو كان يعني الدنيا كانت معاه يعني بدات تستقر شويه، وايه المشكله اما نقعد في النادي الاهلي ونوسع الدنيا شويه، الراتب يعلى شويه وخلاص، ودينا قاعدين في الاهلي وبنعرف احسن من ما نعرفوش. الوكيل بتاعه شغال عمال يلعب في دماغه. ديانج رجع تاني يعني مش عايز اقول بيتمرد، بس بيلاوع شويه. فالنادي الاهلي برضه نفس القصه، والله يا ابن الحلال مش هتجدد، خلاص احنا قفلنا باب التجديد، انت قاعد معانا لاخر الموسم. المدير الفني لعبك ما لعبكش، حضرتك موجود معانا. فادي قصه ديانج. نروح لمصطفى قبيل، اللاعب اللي قلت لك كان اللي بيلعب في اربيل العراقي، واللي قلت لك النادي الاهلي يعني شبه بيستفسر عنه، وشبه يعني هو يخلص ان شاء الله يخلص معاه. مصطفى قبيل في تصريح تلفزيوني ليه في التلفزيون العراقي قال يعني فيما معناه كده ان هو خلاص كل حاجه، النادي الاهلي قدم عرض وخلاص الامور اوشكت على الانتهاء، واوشك ان هو يبقى لاعب في الدوري المصري. وطلع المدير الرياضي قال نفس الكلام تقريبا، ان هو وصل عرض من النادي الاهلي والدنيا ماشيه في سكه ان مصطفى قبيل هيرتدي تيشيرت النادي الاهلي. محمد الامير رمضاوي، احنا كنا قلنا النادي الاهلي كان خلاص شبه مخلص، والوكيل البوسني ده كان متفق على كل حاجه، بس في صحيفه جزائريه كتبت كلمتين يعني اثاروا الجدل شويه، ان محمد الامير رمضاوي اتعرض لما النادي الاهلي بعت يستفسر، نادي اتلتيك برادو رد $1.5 مليون، وده اللي احنا قلنا عليه،
زائد 50% من نسبة إعادة البيع. فهتلاقي 50% إيه؟ أنتوا بتهزروا؟ إيه 50%؟ يعني هاخد اللاعب وهدفع له مرتب، ولما أجي أبيعه أستثمر فيه تاخد نص المبلغ اللي هبيعه بيه؟ يبقى أنا مش هكسب حاجة، يبقى أنا هخسر في اللاعب. في 50% إيه؟ لا 50% يبقى خليه عندك، مش محتاجه، خليه عندك. فهنشوف هل النادي الأهلي هيوقف الصفقة ولا هيبقى فيه تفاوض وننزل شوية، يبقى شوية علينا وشوية عليهم، وتوصل ل 20 25% زي ما كان متفقين قبل كده، كانت 20%، توصل 25% حتى مش مشكلة، أو 30% زي ما كان الأهلي بيعمل مع برشلونة في حمزة عبد الكريم. اتكلمنا امبارح على صفقتين جايين من فرنسا، كابتن سيد عبد الحفيظ بيخلص واحدة منهم امبارح بالليل على قناة اون. في صحفي بيجيب اخبار من جوه النادي الاهلي قال ان في مهاجم جاي من فرنسا، وكابتن سيد عبد الحفيظ دلوقتي في زياره للكابتن محمود الخطيب، واللعيب ده كابتن سيد هيجيبه في ايده وهو جاي، بس مين اللعيب ما اعرفش. انا بقى امبارح قلت لك على اسم الاثنين لعيبه اللي النادي الاهلي بيفاضل بينهم هناك في فرنسا، واللي بيتكلم مع انديتهم، والحنين فيهم شويه، واللي هيقدر نخلصه بسرعه، او هنقدر ندفع فلوسه، او هيكون في مرونه شويه في التفاوض، هو اللي هينجي. بس انا بجيب لك معلومه من الاخر، انا بجيب لك المعلومه من الاخر، بجيب لك بالاسماء. صفقه المدافع احنا كنا قلنا خالد صبحي خلاص النادي الاهلي صرف نظر عنه، وفي الجلسه اللي كانت بين كابتن سيد عبد الحفيظ ومستر كامل ابو علي كان كابتن سيد ما جابش سيره خالد صبحي خالص، فقلنا ما فيش خالد صبحي. وقد كان النادي الاهلي بعت فاكس رسمي لنادي بتروجيت عشان يتعاقد مع هادي رياض. هادي رياض الراجل يسترب معجب بيه اكتر من خالد صبحي. لو حصل في الامور امور وهادي رياض ما جاش، يبقى ممكن نجيب خالد صبحي. خالد صبحي النهارده شفناه في ماتش نيجيريا، الله اكبر، يعني ولد ما شاء الله، برغم ان كان بيلعب في مركز مش مركزه، بس ما شاء الله عليه كويس جدا. يعني ولد عنده، واضح ان عنده خبره كبيره، واضح ان هو يعني حافظ واجبات مركزه بشكل كويس. فان شاء الله واحد من الاثنين ان شاء الله يخلص النادي الاهلي. بس هادي رياض طبعا، هادي رياض اصغر في السن وهيقعد معايا فتره اطول. توفيق محمد طار. كنا قلنا يا ريت النادي الاهلي يخلص توفيق محمد. كنت قلت في حلقه من الحلقات ان توفيق محمد اصبح ضروره ملحه لنادي بيراميدز بعد اصابه محمد حمدي، فيا ريت نخش في توفيق محمد، لان الراجل كده كده مش عايز محمد شكري، وقال لك لو ما جبتليش باك شمال مع يوسف بالعمري رجع لي كريم الدبيس. فكنت اتمنى ان احنا نخش في توفيق محمد، حتى لو مش هناخده، بس كنا خلينا السعر يتضرب في 2 او 3، كنا فتحنا المعتاد على الولد حتى لو مش هناخده. توفيق محمد النادي الاهلي بيتكلم عليه من السنه اللي فاتت، وفضلنا محمد شكري على توفيق محمد، وما اعرفش ازاي. يعني كابتن المدير الرياضي بتاعنا الله يبارك له، فضلنا محمد شكري على توفيق محمد. النهارده مفيش غير توفيق محمد على الساحه، لان طبعا كان كلامك كان على فتوح، بس بعد فسخ عقد بنتايج دلوقتي مفيش غير فتوح في الزمالك، فدلوقتي الكلام كله راح في سكه توفيق محمد بس. فنادي بيراميدز فتح خزاينه عشان يخلص توفيق محمد. كنت اتمنى نخلص توفيق محمد، ولما خلصناهوش كنا نخش نعلي السعر على بيراميدز وخلاص. هنا انس الحملاوي، ايوه زي ما انت سمعت كده، انس مش اسد، انس اخو اسد الصغير، لعيب مهاجم كويس جدا، معاه الجنسيه الفلسطينيه، بيلعب في الدوري السويدي، ما شاء الله عليه، بيشبهوه بوسام ابو علي. لعيب صغير، لعيب مهاجم كويس، بيلعب برجله، بيلعب بدماغه، لعيب صندوق، محطه، يعني ما شاء الله مهاجم متكامل زي وسام ابو علي. فالنادي الاهلي كان بعت استفسار يسال عنه، بس مشكله انس ان هو مش هينفع يجي في الانتقالات دي. ليه؟ لان انت انس لو جبته هتقع تحت مخالفه اتفاقيه الجسر، لان انس لسه منقول لنادي جديد ما كملش فيه 3 اسابيع او 4 اسابيع، فانت قدامك لسه تقريبا يعني 6 اسابيع كمان عشان تقدر تتعاقد معاه، فهيكون الانتقالات عندك قفلت. فانت لو خدته دلوقتي كده يبقى النادي الثالث في فتره انتقالات واحده،
هو اتنقل من نادي لنادي في ديسمبر، وهيجي لك عشان يبقى النادي الثالث، فانت تخش تحت اتفاقيه الجسر، وممكن تتوقف خير ويقع عليه غرامات كتير. فانس الحملاوي صفقه كانت خلاص في الحسبان، بس قدر الله ما شاء فعل عشان خاطر النادي الاهلي ما يتضرش. سامعين اليومين دول ان في تعديل وزاري، وان الدكتور اشرف صبحي مش هيبقى موجود الفتره الجايه. فطبعا سامعين بقى اسماء كتير وصفحات كتير بتتكلم، ومش عارف مين اللي بيقول حازم امام، ومين اللي بيقول مش عارف مين. فهتسمع كلام كتير قوي الفتره الجايه. بس هو لو فعلا دكتور اشرف صبحي هيتشال، اعتقد ان اقرب واحد هيبقى الباشمهندس سيف الوزيري، او الاستاذ سيف الوزيري اللي هو رئيس المتحده. ده اعتقد اقرب واحد. اتمنى ان انتم تبصوا على كوادر النادي الاهلي، على قيادات النادي الاهلي. كفاياكم زملكه، اديكم جربتوا الزملكه والزملكه، ادينا شايفين كل المنتخبات صفر. بنروح الاولمبياد بناخد صفر كبير. الشباب اللي بتغرق في حمامات السباحه، والناس اللي بتهاجر بره بتاخد جنسيات تانية، بتلعب باسم دول تانية. فيعني جربوا الاهلي، جربوا كوادر الاهلي. خشوا على الاهلي كده، شوفوا كده النادي الاهلي اللي هو انجح مؤسسه في مصر، خشوا عليه. بمناسبه بقى انجح مؤسسه في مصر، الاستاذ في واحد اسمه تقريبا عمرو جاب الله، ما اعرفش صحفي زملكاوي ولا يوتيوبر ولا سوشيال ميديا ولا بتاع ايه ده، ما اعرفش. بس كان نشر تويته، الراجل بيتكلم باحترام وبعيد عن النادي الاهلي خالص، بيتكلم عن بزيره، ان بزيره مش للبيع، وبزيره ده مستقبل النادي، و كلام كتير كده عن بزيره. بس هو وشأنه يعني، طالما جوه نادي انا ما عندناش مشكله. بس المشكله عندي في الاستاذ ميزو بتاع الامارات، اللي كان ضحك على الزملكاويه ومعشمهم في قضيه نادي القرن، وانا صاحب انفانتينو ونافذ في الاتحاد الدولي وحاجات كده. فجه الاستاذ ميزو راح عامل تويتر رد على الاستاذ عمرو جاب الله ده، فقال له يا استاذ عمرو، بزيره هيمشي ونادي الزمالك هيمشي ومش عارف ايه هيمشي، عشان خاطر الدنيا تفضل النادي الاوحد. يا دي النادي الاوحد اللي واجعين دماغنا ودماغكم بيها. انتوا يا جماعه انتوا بتدخلوا النادي الاهلي في كل حاجه ليه؟ زي بالظبط الكابتن جمال عبد الحميد خالد طلعت عامل احصائيه عن مصطفى محمد، مطلعه ان هو الراجل ما يصلحش يبقى مهاجم منتخب مصر. 3 اهداف في 40 مباراه، 20 اساسي و20 احتياطي. كابتن جمال عبد الحميد بيحشر الاهلي بيه ويقول بص ده لو بيلعب في الاهلي كان مش عارف ايه، وانا تفوقت على لعيبه كتير في الاهلي، ومصطفى محمد هو احسن مهاجم بعديه، تاني واحد بعديه، واحسن مش عارف من مين ومن مين ومن مين في الاهلي. يا عم انت مالك ومال الاهلي؟ انت ايه اللي دخل النادي الاهلي دلوقتي؟ راجل عامل احصائيه على لعيبه المنتخب، طب ما هو عمل احصائيه على الشناوي. هنطلع بقى نقول الشناوي ده في الزمالك ما كانش عامل الاحصائيه دي عنه؟ ما عايزين بقى نعقل شويه ونكبر دماغنا شويه. منتخب مصر فشل عشان النادي الاوحد، ولو كان كسب كان هيبقى صلاح، كان محمد صلاح اللي هيبقى هو اللي كسب المنتخب وهو اللي نجح المنتخب. لو المنتخب فشل يبقى عشان النادي الاهلي. يا ابني يا حبيبي، النادي الاهلي لما كان فايق كان المنتخب بياخد بطولات افريقيا وهو قاعد في البيت، وما كانش منتخب بتاع فلان كنا بناخد بطولات افريقيا. من ساعه ما بقى منتخب فلان واحنا ابيض على الابيض. اتمنى تكون الحلقه عجبت حضراتكم. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. اعمل لايك للفيديو. كان معاك بوخارست، وده ملعب بوخارست. السلام عليكم.